السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. ان شاء الله احنا النهارده هنكمل مع بعض انواع السلكتورز. بعد ما خلصنا البيزك سيلكتور هندخل على النوع التاني، وهو نوع مهم جدا اسمه الاتريبيوت سيلكتورز. الاتريبيوت سيلكتورز زي ما اتكلمنا قبل كده في ال HTML في بعض التاجات بنحط لها اتريبيوتس، زي مثلا الايمج بنحط لها اتريبيوت اسمه سورس، بنحط له اتريبيوت تاني اسمه الت، برضو الاي بتاعه اللينك بنحط لها حاجه اسمها href، وهكذا. فكل ده بنقول عليه اتريبيوتس. بدل ما اروح احط اي دي او احط كلاس زي ما اخدنا في البيزك سيلكتور، انا عندي برضو في طريقه تانية، ان انا لو في element معين عايزه امسكه من الدوم بتاعي عن طريق ان انا بنادي الاتريبيوت بتاعه. طيب هل الاتريبيوت ده هناديه خلاص؟ لا، انا عندي 6 طرق مختلفه ان انا ازاي اقدر اسلكت الاليمنت عن طريق الاتريبيوت. ده هيساعدني طبعا اول حاجه ان انا هقلل كتير ان انا ازود كلاسز عندي في البيج او اي دي. تاني حاجه كمان انا هنا بهتم اكتر مش بشكل الانبوت او مش بشكل الاليمنت قد ما بهتم هو بيعمل ايه. يعني مثلا لو قلنا انا عندي الاي href بتاعها بيدخل على لينك HTTPS، انا عايزه اسلكت ده علشان هو بيدخل على HTTPS. طب مثلا لو عندي ايمج السورس بتاعها فيه PNG وفي JPEG، فانا وقتها انا عايزه امسك الPNG بس. يبقى انا هنا كل اهتمامي بالاليمنت اللي هو بحاله معينه انا عايزه اسلكته عن طريق الاتريبيوت. تعالوا كده نبدا مع بعض نشوف ايه هي الطرق المختلفه اللي انا ممكن استخدمها في الاتريبيوت. اول حاجه وهو البريسنس، بمعنى ايه؟ ان الاتريبيوت ده موجود اللي عندها مثلا اتريبيوت اسمه مينيلينس، انا عايز مثلا امسك كل الايمج اللي هي عندها الت اديها ديزاين معين. تعالوا كده نجرب مع بعض. ادي البيج بتاعتنا، وتعالوا كده نروح نحط ايمج عادي خالص. تمام، نروح نجيب لنا لينك صوره، الصوره دي مثلا، وناخد الكوبي ايمج لينك ونحطها. بعد كده انا هروح في السي اس اس، هروح اقول له انا عايز الايمج بس مش عايز كل الايمج. اصلا انا لو عملت كده بس يبقى انا كده ناديت بالبيزك، انا مش عايز كل الايمج، انا عايز الايمج اللي عندها الت. يبقى كل اللي انا هعمله ايه؟ بفتح السكوير براكتس كده واكتب جواها اسم الاتريبيوت، والله انا عايز اللي عنده الت. يبقى انت كده مسكت الايمج اللي هي عندها اتريبيوت اسمه الت. عايزين نعمل لها زي بوردر، هل احنا فعلا كده عملنا سيلكت للاليمنت ولا لا؟ طبعا الصوره كبيره جدا، بس احنا لو واخدين بالنا في بوردر معمول لونه احمر اهو. خلينا كده نصغر الصوره شويه وتعالوا كده نشوف في بوردر معمول لونه احمر. ليه؟ عشان عملت سيلكت للايمج اللي عندها الاتريبيوت ده. طب انا مش مطمن، خلينا نروح نشيل الالت، هل هيتطبق نفسه ولا لا؟ بص كده ايه اللي حصل، مفيش اي حاجه اتطبقت. الويتس اتشال لان انت كنت بتسلكت انهي ايمج اللي تغير لها الويتس ده، الايمج اللي عندها الت. فانت اما شلت الالت خلاص كده كل الستايلز بتاعتك ما بقتش موجود. ليه؟ لان انت بتسلكت الايمج اللي عندها اتريبيوت اسمه الت، وانت شلت خلاص الالت. يبقى ده اول طريقه، ان انا بسلكت الاليمنت بناء على هو عنده الاتريبيوت ده اصلا ولا مش عنده. تعالوا كده نشوف ايه هي تاني طريقه. تاني حاجه وهو الاكزاكت، بمعنى ايه؟ مش هقول له بس ده هو عنده الاتريبيوت ده، لا، ده انا هقول له ان الاتريبيوت ده بيساوي قيمه معينه. يعني مثلا هقول له ايه؟ روح دور لي على اي انبوت عنده تايب اسمه تكست او تايب باسورد او تايب ايميل. يعني تعالوا كده نجرب مع بعض عشان نفهم برضو اكتر. انا هروح دلوقتي اعمل انبوت واخلي التايب بتاعه تكست، وهعمل انبوت تاني واخلي التايب بتاعه مثلا باسورد. خلينا بقى نشيل الايمج مش هنحتاجها دلوقتي. انا معايا 2 انبوتس اهو، بس طبعا علشان يبان اكتر ان ده خاص بالتكست فهكتب عنده تكست، وده عشان يبان برضو انه خاص بالباسورد هنروح في السي اس اس بتاعنا والنادي انبوت. لو انا فتحت كده القوسين اللي هم السكوير براكت وكتبت جواها تايب، انت كده ما حددتش اي تايب، انت قلت اي انبوت عنده التايب. وتعالى برضو ندي نفس الستايل اللي اسمه بوردر، يعني اعمل لهم حواف لونهم احمر. بص كده ايه اللي حصل، الاثنين حصل لهم لونهم احمر. طب انا مش عايز كده، انا عايز اللي التايب بتاعه مثلا باسورد هو بس اللي يحصل له كده. يبقى ساعتها هروح اعمل ايه؟ مش هسيبها تايب كده بس، لا، انا كل اللي انا هعمله هروح ازود يساوي وافتح الكوتيشن واقول له مثلا ان التايب بتاعي بباسورد. اللي هيبقى التايب بتاعك بباسورد هو بس اللي تغير لونه يبقى احمر، فعشان كده التاني بس هو اللي اتغير بقى لونه احمر. يبقى كده اخدنا اول حاجه ان يكون الاتريبيوت اصلا موجود، وتاني حاجه ان يكون الاتريبيوت ده بيساوي قيمه معينه. تاني حاجه ان الفاليو بتاعته بتبدا بحاجه معينه، يعني مثلا ان اللينك ده يكون بادئ ب HTTPS. اي لينك بادئ ب HTTPS خليه مثلا لونه اخضر عشان ابين له
له ان هو سيف. يبقى انت كده بتقول له ايه؟ مش ان هي الفاليو بتساويها، لا، ان يكون بيبدا بالقيمه دي. يبقى دي الطريقه الثانيه. كل اللي انا بعمله ان انا بعمل ارو لفوق ويساوي، يعني بدل ما كنا بنقول يساوي كده على طول، لا، هحط ارو قبليها وبيبص لفوق. تعالوا كده نجربها مع بعض. انا هروح اعمل ايه؟ aref ونكتب مثلا https google.com وهنا نكتب كلمة جوجل، وتعالوا نعمل نفس الموقع نفس كل حاجة، بس مش هخليها https وهخليها http بس. اهو الاتنين لونهم ازرق. انا كل اللي انا هروح اعمله هاجي هنا في CSS اقول له ايه عايزين انهي ايه. لو انت رحت قلت له اللي عندها href كده على طول، يبقى انت كده هيختارهم الاتنين، لان هما الاتنين عندهم href. يعني انا قلت له دلوقتي خلي اللون بتاعه جرين، بص كده الاتنين اتغيروا بقى لونهم ايه؟ جرين. لا، انا مش عايز الاتنين عندهم href، مش هقول له برده يساوي، انا هروح اعمل الارو اللي هو الفوق وبعد كده يساوي، بيبدا ب https. بص كده ايه اللي هيحصل؟ واحد بس هو اللي اتغير بقى لونه اخضر، التاني ما بقاش لونه اخضر. يبقى احنا كده دي الحاجه التانيه اللي احنا برده نعرفها. فعشان كده لقينا جوجل التانيه هي اللي بقت لونها اخضر عشان هي اللي بدات ب https. طب لو قلت له http بس، الاتنين هيخضروا عادي جدا. ليه؟ لان هما الاتنين بادئين ب http. رابع طريقه، ما دام اخدنا اللي بيستارت بيه ناخد اللي بيند بيه، اللي بينتهي. يعني مثلا لو انا عايزه اقول انا والله هختار اي لينك بينتهي بدوت كوم، او اي لينك مثلا بينتهي بPDF، او اي صوره بتنتهي بPNG، انا عايزه اديهم ستايلات معينه. فازاي بقى اختار اللي بينتهي؟ بعمل علامه الدولار ساين وايكوال. يعني مثلا تعالوا كده، طبعا الصوره دي اخرها .jpeg. لو انا رحت، خلينا نشغل الصوره دي تاني كده مع بعض اهي، ونروح نقول له ايه؟ احنا هنسلكتها بس مش هنقول له الت بقى، احنا هنقول ايه دلوقتي؟ احنا عايزين نقول له ان هي بتنتهي بكذا، فهنقول له ان السورس بتاعها، ما هو مين اللي بينتهي؟ السورس. فهقول له لما انا كتبت سورس بس فخلاص هي الايمج عندها سورس فراح طبق الستايل على طول. لا، انا عايزه اقول له ايه؟ ان السورس بتاعها بينتهي بJPEG اهي، راح طبق عليه لان هي فعلا بتنتهي بJPEG. لو انا خليتها مثلا PNG ما مش هتنتهي بكذا، يعني معنى كده الصوره مش هيتطبق عليها الستايل. فالدولار ساين مع الايكوال يبقى انا معناها كده بتنتهي بي. ماشي؟ فاحنا كده اخدنا اللي بيبدا وبينتهي وبيحتوي على القيمه المعينه. هل في حاجه كمان؟ قال لي ما هو مش لازم يبدا ومش لازم ينتهي، ممكن يكون بيحتوي على حاجه معينه جوه اللينك، لا هو بيساوي اللينك كله ولا هو بادئ بيها او منتهي بيها. معانا اللينك ده مثلا، وهعمل لينك تاني مثلا لوجن بيج مثلا احنا عاملينها اسمها لوجن، فانا مش عايز كل اللينكات. يعني بصوا احنا لو اخدنا بالنا رحنا هنا كتبنا كلمه لوجن، ونوقف برده شكل الصوره كده عشان نشوف الحاجات اللي معانا جوجل ولوجن. فانا قلت له ايه؟ اي aref واخد ال http دي. لا، احنا مش عايزين كده، احنا عايزين نقول له ايه؟ اللينك بيكونتين او بيحتوي على الكلمه مثلا اللي هي اسمها لوجن. هنعملها ازاي؟ بدل علامه الارو ده هنخليها استر او ستار. فتعالوا كده نشوف ايه اللي هيحصل. الاتنين لسه باخضر. ليه؟ عشان انت بتقول له اللي بيحتوي على كلمه http، انا عايزه اقول له اللي بيحتوي على كلمه لوجن. فايه اللي حصل؟ الاولى زرقت والثانيه هي اللي خضرت، بناء على ايه؟ ان هو راح يدور على اللي هي فيها كلمه لوجن. خدوا بالكم، ودي حته مهمه جدا وهنتايه مهمه جدا. خدتوا بالكم انا كتبت لوجن كابيتال لان احنا هنا كاتبينها كابيتال. طب تخيل مثلا انا رحت كتبتها ال سمول، هل هتشتغل؟ اكيد لا، لان هي كده ما بقتش بتكونتينها. فاحنا عندنا هنا نقطه مهمه جدا، وهي ايه؟ الكلام هنا سنسيتيف، يعني الكابيتال بيفرق عن السمول، فبالتالي كلمه لوجن اللي انا كاتباها دي مختلفه بالنسبه له عن كلمه لوجن اللي هنا. طب لو انا عايزه اخليه اجنور ده او الكابيتال زي السمول ما تاخدش بالك في السنسيتيف، يبقى تروح تعمل حرف الاي كده، اكنك بتقول له بالظبط مالكش دعوه بحوار الكابيتال والسمول. الكيس سنسيتيف دي اعملها زي اجنور. فايه اللي هيحصل؟ فكلمه لوجن هنا بقت بالنسبه له هي الكابيتال زي السمول، وعشان كده اتطبق عليها عادي جدا وبقت لونها اخضر. دي طبعا بونص بوينت. بعد كده هنتكلم عن اخر حاجه في السلكتور، وهو ان هنا ان انا بختار فاليو من ضمن الفاليوز اللي موجوده. يعني مثلا لو انا عندي ديف واخد اكتر من كلاس، واخد مثلا كلاس اسمه كارد، واخد كلاس كمان اسمه مثلا ليست ايتمز، انا عايز اي ديف عندها كلاس اسمه كارد من ضمن الكلاسز اللي معاها هتهالي، هروح اعملها بالطريقه دي. يعني انا مثلا عملت ديفايه اهي واخده الكلاس اللي اسمه كارد ليست ايتمز، وعملت واحد تاني اسمه كارد، ده كلاس
كلاس لوحده منفرد. هو حتى بيقول لك ايه، ان هي تكون الفاليوز بارت اوف، يعني جزء من الاجزاء اللي موجوده عندك، وتكون سيبريتد يعني منفصل. تمام. لو انا رحت دلوقتي عملت دفايه، انهي دفايه بقى؟ اللي هي بتحتوي ان الكلاس عندها بيحتوي على كلاس تاني مثلا اسمه كارد. يبقى انت اي دفايه هتلاقي عندها كلاس اسمه كارد، اعمل لها مثلا هايت، اديها طول يكون مثلا 200 بكسل، نعمل بوردر ونقول البوردر ده بواحد بكسل سوليد ريد مثلا. احنا عندنا 2 فهنلاقيه عمل 2. حلو كده، لان هو موجود مره هنا ومره هنا. طب ما ايه لازمتها؟ ما كنا اخترنا على طول ان هو بيساوي. ليه اعمل كده؟ بيساوي دي هيروح يعمل لك واحد بس، لان احنا قلنا بيساوي هي exact value، يعني بيروح يدور على exact value اللي هي ما عندهاش غير ده بس، اللي هو الكارد. فعشان كده ما اخدش الاولى دي، ما عملش الاولى. طب معلش، كنا ممكن نقول بيحتوي على، اللي هي احنا كنا عاملينها قبل كده. ما احنا قلنا دلوقتي احنا عندنا اكتر من طريق، مش في contains اللي هو بيحتوي. طب ما كنا عملنا ما هو بيحتوي عليه، يعني احنا كنا ممكن عملنا كده الستار، فساعتها كان ايه اللي هيحصل؟ تعالوا كده نبص، عمل لي الاثنين اهي واتحلت المشكله. بس انا هقول لك دي بتعمل لي مشاكل فين. ان انا مثلا لو رحت عملت دفايه كمان وسميتها مثلا بوست كارد، يعني هي مش كارد اصلا، انا سميتها بوست كارد بس فيها الكلمه اللي اسمها كارد، شوف ايه اللي حصل؟ اعتبرها هي كمان من ضمن الحاجات اللي احنا عايزينها. فعشان كده انا بختار السلكتور الاخير ده امتى؟ لو انا عايز الحاجه تكون منفصله. بس كده احنا يعتبر غطينا او حطينا كل الكيسز اللي ممكن تتحط في الاتريبيوت، وطبعا عايزين نتدرب عليها كتير. كل ده ان شاء الله هيجي قدام واحنا بنطبق. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من السيشن. مع السلامه.